على جال درابو تاع الجزائر مراهق يتعرض للاعتداء في ليون. هذه صارت في الويكاند هذا في ماتش تاع الاولمبيك ليوني مع اونجي. شاب مراهق مول 17 سنه رفد العلام تاع الجزائر باش يحتفل بعودة رشيد غزال للمنتخب الليوني بعد غياب دام أكثر من 8 سنوات. بصح داروا به مناصرين تاع الوال، نحاولوا ضغابو وقالوا له هنا راك في فرنسا، وراحوا به بعد ما هددوه. وعلى حسب الجرائد المحلية تاع ليون ليستادي يعني أعوان أمن تاع الملعب تدخلوا في هذه الحاجة، بصح الجرائد ما حددتش نوع التدخل وما حددتش نوع الاعتداء اللي تعرض له هذا الشاب. واليوم لو كلوب راهو يحفز هذا الشاب انه يرفع قضية ضد المعتدين، لانه لازم تعرفوا بلي رفع علام تاع بلاد في ملعب مسموح اذا كانت هذيك البلاد تعني واحد من اللاعبين. وفي هذه الحالة رشيد غزال جزائري، وحتى ولو كان هو زايد في ديسين شاربيو لازم تعرفوا بلي هو اختار الجنسية الرياضية الجزائرية، يعني يلعب في المنتخب الوطني الجزائري. وهاو علاش خرج هذا المناصر العلم الجزائري. لي ديزا تاع اليوم ورونا في تحت في لي كومونتير، قولوا لنا اسكو عندكم اخبار اكثر من اللي قلتها ولا بالك تصحوا لنا معلومات. سؤال مطروح، اسكو هذا المناصر كان لابس ديان؟